عظمة على عظمة، منتخب مصر بيقدم عظمة وعودة حميدة وكمان ظهور أول، وبالأخص تيشيرت شكله وشه حلو على المنتخب المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من فنون الكورة مع أمين. أول مباراة ودية للمنتخب المصري في التوقف الدولي، توقف مارس، فيها مكاسب بالجملة بما تشتهي السفن والرياح. المنتخب المصري بيفوز على المنتخب السعودي بنتيجة تقيلة جدا، ويلقن المنتخب السعودي درسا لا ينساه، رغم ان هي مباراة ودية كلنا فاهمين ومتأكدين. لكن 4 أهداف أبطلها الإسلام عيسى، تريزيجيه، زيزو وكمان مرموش. لكن مكاسب كتيرة لمنتخب مصر في المباراة. أولها الفوز الكبير ب4 أهداف على المنتخب السعودي. في مباراة في كأس القارات زمان المنتخب السعودي فاز على منتخب مصر ب5 أهداف، لكن كان فيها طرد لعيبة المنتخب مصر وكان فيها كلام كتير. لكن دي مباراة ودية، في الأول وفي الآخر ودية. نجح حسام حسن بكل تأكيد بفرض السيطرة التام على المنتخب السعودي، وشلل تام لكل أركان المنتخب السعودي بما فيهم شلل تام لعقل هيرني رونالدو النهارده عجز انه يسايس او يعني يجازف او يحاور حسام حسن في الملعب. حسام حسن تقريبا لعب بتشكيلتين النهارده، عودة حميدة ومكسب كبير للكابتن محمد عبد المنعم للملاعب من جديد، وبداية موفقة لهيثم حسن أول مباراة له مع منتخب مصر. ولكن المكاسب الكبيرة للنادي الأهلي أو للأهلوية اللي فيه هستيريا تامة عند جمهور النادي الأهلي على السوشيال دلوقتي. طب ما زيزو بيطلع نار من بقه، طب ما مروان اهو. لعيبة الأهلي النهارده عملت تيم كبير جدا. أكتر تشكيلة لمنتخب مصر تشكيلة النادي الأهلي، لكن احنا ما بنتكلمش اهلي وزمالك، احنا بنتكلم دلوقتي مصر. مصر قدمت مباراة عظمة النهارده ب4 أهداف نموذجية ومكاسب بالجملة زي ما قلنا، زيزو، تريزيجيه، مروان، إمام، حتى محمد هاني عمل مباراة كبيرة جدا، مفيش كلام ومفيش خيار تاني. لكن زي ما قلنا عودة عبد المنعم، هيثم حسن، مرموش، رامي ربيعة، تشكيل تاني في الشوط الثاني، وكان كل حاجة شكل تاني. منتخب مصر قدر انه ينجح ويعدي بقوة المباراة رغم الارهاق اللي قال عليه الكابتن حسام بالفوز على السعودية، لكن خلص المباراة وطلع دايركت على اسبانيا لملاقاة منتخب اسبانيا في برشلونة، مباراة ودية أخرى. ومن بعدها يرجع المنتخب والكل يتفرق ويتواجد كل لعيبة بفريقه للاستعداد للدور الفاصل في الدوري المصري. لكن النهارده خلينا نقول إن كل الناس اللي كانت بتلوم على حسام حسن في اختياراته، أظن النهارده محدش هيطلع يتكلم ولا يقول غير مبروك حسام. لكن انا عارف انه هيطلع ناس كده زي الفلوطه تقول بالبركه وجت حظ. كلنا عارفين ان المنتخب السعودي له تاثير كبير، او اللعيبه بتاعته ما بتشاركش كتير جدا مع الانديه السعوديه بسبب ضخ نجوم كبير وعالميه في الملعب. لكن مش ذنبنا كمنتخب مصر، المنتخب السعودي بيعاني بالمده، ومن المؤكد بعد الهزيمة الثقيلة النهاردة اللي لقاها منتخب السعودية بنسبة 100% رحيل هيرني رونالدو. لكن شابوه منتخب مصر ووشه حلو. التيشيرت الجديد شكله جميل وشكله حلو، رغم ان فيه تعليقة كده على الصدر علامة المفتاح او علامة معينة الله اعلم وراها ايه، لكن التيشيرت وشه حلو. أول مباراة أمام السعودية بنفوز بمكسب كبير.
الشناوي شارك مكان شوبير، وشارك هيثم حسن، شارك مرموش، شارك رام ربيعه، شارك محمد عبد المنعم. زي ما قلنا مكاسب بالجمله لمنتخب مصر. نتمنى ان الدعم يستمر لمنتخب مصر، ونتمنى ان احنا نشوف مباراه كبيره ايا كانت النتيجه امام اسبانيا. فرصه لن تعوض انك تلاعب فريق من ليفل الوحش او ليفل الاول على مستوى العالم. ان شاء الله بالتوفيق لمنتخب مصر. هيغادر السعوديه، هيطلع على اسبانيا، ويعود ان شاء الله بمباراه قويه، لان احنا في المباريات الكبيره دي بنقدر نعمل توليفه كبيره. لكن ما ننساش التكتيك اللي كابتن حسام عمله، التلاحم بين اللعيبه، تقارب الخطوط، الجماعيه اللي شفناها النهارده، مفيش فرديه نهائي، اللعب من لمسه واحده، مكاسب كتير زي ما قلنا لمنتخب مصر. ان شاء الله تكمل على خير، وان شاء الله باذن الله منتخب مصر قادر انه يحقق نتيجه ايجابيه في مجموعه كأس العالم باذن الله. كلنا في ظهر حسام، كلنا في ظهر منتخب مصر، كلنا على قلب رجل واحد. الا انت عارف ان في ناس بتطلع زي الفلوطه وبتحب تعمل خلف خلاف. الف مليون مبروك لمنتخب مصر، وشابوه لمنتخب مصر. ويا رب نشوف لعيبه مصر او لعيبه النادي الاهلي بالاخص تعمل نص الاداء اللي عملوه مع المنتخب. كل الصحف النهارده بتقول ان كاموتش كان عنده حق، قال لك التدريبات في النادي الاهلي لا تصر علو ولا حبيب. مش عارف كده هل في تخاذل في التدريبات من المدرب، لان اللعيب نفسه احتمال بنسبه كبيره يرجع ويقطع الاعاره ويوفر مبلغ كبير من الدولارات للنادي الاهلي. لكن خلي بالك ان كل سبوت هيروح عليه بعد ما يرجع ناديه في النرويج، لان هتشوف كاموتش نفسه بيعمل ايه في النرويج. هل فعلا ما بيعرفش يباصي ولا بيطلع نار من بقه؟ في نهاية حلقتنا ما تنساش لايك للفيديو، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس. تحياتي ليكم، سلام عليكم. عظمة على عظمة، منتخب مصر بيقدم عظمة وعودة حميدة، وكمان ظهور أول، وبالأخص تيشيرت شكل وشه حلو على المنتخب المصري.